نقص العناصر الغذائية في النبات واحدة من المشاكل اللي ممكن تبدأ معاك بعرض بسيط جدا، لكن لو فهمت العرض غلط من البداية ممكن تفضل تعالج النبات فترة طويلة من غير ما توصل للسبب الحقيقي. والنهاردة هنتكلم عن ازاي تفرق بين نقص العناصر وازاي تعرف العنصر اللي النبات محتاجه من مكان ظهور الأعراض وشكل الورقة، وايه الفرق بين نقص النيتروجين والحديد والمغنيسيوم والبوتاسيوم والكالسيوم والعناصر الصغرى، والاهم من كل ده امتى يكون اللي قدامك مش نقص عنصر اصلا لكن مشكله في الجذور او الري او امتصاص العناصر. فخلينا نبدا من اول علامه ونفهم النبات بيقول لنا ايه. اول حاجه لازم نعرفها ان النبات مش بيظهر لك اسم العنصر الناقص على الورقه، هو بيظهر لك اعراض وانت لازم تشوفها بعينك. واول مفتاح في القراءه هو عمر الورقه اللي ظاهر عليها العرض، هل المشكله بدات في الورقه القديمه ولا في النموات الجديده؟ لان العناصر اللي النبات يقدر يحركها من مكان لمكان لما يحصل فيها نقص النبات بيبدا يسحب جزء منها من الورقه القديمه ويوجهها للنموات الجديده، وعشان كده اعراض نقص بعض